السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس مع الدرس الثاني في الوحدة الثانية. حياة المصري القديم عصور ما قبل التاريخ. يعني إيه كلمة عصور ما قبل التاريخ؟ هنقول له عصور قبل الإنسان ما يخترع الكتابة أو يعرف الكتاب. طب تعال نشوف هو عايز يعرفنا إيه يا جماعة في الدرس. أول حاجة لازم نعرفها يا جماعة كلنا إن الحضارة المصرية القديمة دي واحدة من أقدم الإيه؟ من أقدم الحضارات. يبقى الحضارة المصرية القديمة مالها؟ قلنا يا جماعة واحدة من ايه؟ من اقدم الحضارات التي عرفها العالم. يبقى الحضارة المصرية القديمة دي مالها؟ قلنا واحدة من اقدم الحضارات التي شهدها العالم. طب موقعها فين؟ هيقول لي اين تقع الحضارة المصرية القديمة؟ اقول له على ضفاف نهر النيل. فين يعني؟ هقول له في مصر. طيب المدة بتاعتها قد ايه او فترتها قد ايه؟ قال لك امتدت لالاف السنين. يبقى حضارة قعدت الاف السنين. طب تعال نشوف كده انجازات المصريين القدماء. ايه الحاجات اللي هم قدروا يحققوها؟ قال لك رقم واحد، نجحوا في استثمار بيئتهم ومواردهم. يبقى قدروا ان هم يستثمروا، يعني يستغلوا البيئة بتاعتهم وايه كمان والموارد بتاعتهم. فيقول لك ايه النتيجة المترتبة على كده؟ قال لك تحقيق انجازات عظيمة. فين؟ قال لك في مختلف المجالات. يبقى لما استغلوا يا جماعة البيئة واستغلوا الموارد اللي موجودة في البيئة قدروا ان هم يعملوا انجازات عظيمة في مختلف المجالات. ايه كمان؟ قال لك برعوا في رسم الخرائط، يعني كانوا شطار في رسم الخرائط. طب ايه الدليل؟ قال لك قدموا خريطة تعرف باسم بردية تورين. يبقى أول خريطة قدموها كان اسمها بردية إيه يا جماعة؟ تورين. البردية دي كانت بتاعت إيه؟ قال لك للمناجم الذهب. يبقى كان مرسوم فيها مناجم الذهب. وإيه كمان؟ قال لك مكانها فين؟ في وادي الحمامات. يبقى هم حددوا في الخريطة مناجم الذهب والمكان بتاعها اللي هو وادي إيه يا جماعة؟ الحمامات. عملوا ايه كمان؟ قال لك خرائط اخرى لتحديد مواقع البناء. يبقى عملوا خرائط عشان يحددوا مواقع البناء والقنوات المائية. وهنا راسم لك صورة اهي بتوضح لك الخرائط زمان كان شكلها عامل ازاي. طب تعال نشوف الجزء اللي عليه الدور وايه الحاجة اللي احنا لازم نعرفها كمان عن الحضارة المصرية القديمة. وهنا بيتكلم عن عصور ايه بقى؟ قال لك عصور ما قبل التاريخ في مصر قديما. طب ايه يعني ايه عصور ما قبل التاريخ؟ لازم نعرف التعريف الاول اهو. ما المقصود بعصور ما قبل التاريخ؟ قال لك يقصد بها عصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة. قبل ما الإنسان ما يعرف إيه يا جماعة؟ قال لك الكتابة. يبقى عصور ما قبل التاريخ هي عصور ما قبل معرفة الإنسان الكتاب. ما كانش لسه اختراع الكتاب. طب تعالوا نشوف عصور ما قبل التاريخ بتتقسم لكام عصر؟ واحد العصر الحجري القديم، اتنين العصر الحجري الحديث، تلاتة عصر المعادن. طب أربعة قال لك عصر ما قبل الأسرات. يبقى احنا عندنا كام عصر يا جماعة؟ قلنا أربع عصور. كمان مرة قلنا العصر الحجري القديم، العصر الحجري الحديث، عصر المعادن، وآخر عصر يا جماعة اسمه عصر ما قبل الأسرات. طب تعال نشوف كل عصر من دول كان بيتميز بإيه، والإنسان المصري القديم قدر يعمل في العصر ده إيه. طب تعال نشوف أول عصر اللي هو العصر الحجري. قال لك العصر الحجري القديم عاش فيه المصري القديم فوق قال لك الهضاب. يبقى كان عايش فين؟ قال لك فوق الهضاب. واكتشف النار. واكتشف ايه كمان؟ النار. بصوا كده يا جماعه على الرسمه دي اهو، بيوضح لنا الانسان يا جماعه المصري اهو قديم وهو بيكتشف ايه يا جماعه؟ النار. وعايش طبعا اهوت فوق الهضاب. طب كان بيسكن فين؟ بينام فين؟ المسكن بتاعه قال لك سكن الكهوف. يبقى عاش فوق الهضاب وكان يسكن الكهوف. طب كان بياكل ازاي؟ قال لك اعتمد في غذائه على التنقل والترحال. يعني ايه التنقل والترحال؟ يعني كان بيتنقل من مكان الى اخر عشان يصطاد الحيوانات او يجمع الثمار. يبقى كان كثير التنقل بحثا عن الثمار او صيد ايه يا جماعه؟ الحيوانات. طب الادوات بتاعته كان بيصنعها من ايه؟ قال لك من الحجاره. عشان كده يا جماعه سمي بالعصر الحجري الايه؟ قال لك القديم، عشان كان بيصنع ادواته فيها من الحجاره. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر يعرف العصر الحجري القديم بهذا الاسم ليه؟ هقول له لانه صنع ادواته من الحجر. طب تعالوا نشوف العصر الحجري الحديث. قال لك في العصر الحجري الحديث الاوضاع اتغيرت. يبقى في العصر الحجري الحديث الدنيا اتغيرت. ليه؟ قال لك نزل فيه المصري القديم الى ضفاف نهر النيل. هو هنا خلاص اكتشف نهر النيل ونزل من الهضبة. ونزل فين يا جماعة؟ الى وادي النيل. طب بما تفسر ايه اللي خلاه ينزل؟ يعني قال لك بعد جفاف الهضاب. يبقى لما بقى في جفاف فوق الهضبة نزل الانسان المصري القديم الى نهر
النيل. طب سكن فين بقى؟ قال لك بنى منازل من الطوب اللبن. طوب لبن يعني ايه؟ طوب اللبن يعني الطين. طب نشاطه ايه؟ اشتغل بايه؟ قال لك حرفة الزراعة. ايه كمان؟ تربية الحيوانات. يبقى الراجل ده يا جماعة اول ما نزل من الهضبة الى نهر النيل او ضفاف نهر النيل بدأ يبني ايه؟ قال لك منازل. بناها من ايه؟ قلنا من الطوب اللبن. عرف ايه كمان؟ عرف الزراعة. ايه كمان؟ تربية الايه؟ الحيوانات. طب الادوات بتاعته؟ قال لك صنع من الفخار والحجارة. يبقى صنع ادواته من ايه؟ قال لك الفخار وايه كمان؟ والحجارة. عشان كده برضو عرف باسم العصر الحجري الحديث، عشان كان برضو بيصنع ادواته من الحجارة. طيب هنا في قيمة يا جماعة لازم نتعلمها. قال لك من أعظم غايات، يعني إيه غايات؟ يعني هدف وجود الإنسان في الأرض هو تعميرها، إن هو يبنيها زي الصورة اللي أنتوا شايفينها كده. أو بدأ يبني إيه يا جماعة؟ البيت بتاعه. طب تعالوا نشوف عصر المعادن. عصر إيه يا جماعة؟ عصر المعادن. سمي بعصر المعادن ليه؟ لأن المصري القديم اكتشف المعادن وبدأ يصنع أدواته من المعدن. أهو في عصر المعادن أصبحت حياة المصري القديم أكثر استقرارا، بعيش مستقر. وده البيت اللي هو كان عايش إيه يا جماعة؟ كان عايش فيه. طيب إيه الأدوات اللي كان بيستخدمها؟ قال لك اكتشف في هذا العصر المعادن مثل الحديد والنحاس. طب استخدمهم في إيه؟ قال لك في صناعة أدواته. كل الأدوات اللي كان بيستخدمها في عصر المعادن كانت مصنوعة من الحديد والنحاس أو أنواع كتيرة من المعادن اللي هو اكتشفها في هذا الايه؟ العصر. طيب تعال نشوف هنا. بيقول لك القرية الفرعونية. القرية ايه يا جماعة؟ قال لك القرية الفرعونية. يعني ايه قرية فرعونية؟ قال لك هي قرية تعرض ايه؟ قال لك محاكاة للحياة اليومية، يعني بتحكي الحياة اليومية عند مين؟ قال لك المصريين القدماء. وتوجد بمحافظة الجيزة. يعني ايه برضو القرية الفرعونية؟ قال لك القرية الفرعونية دي يا جماعة كل حاجة موجودة هناك زي أيام الفراعنة بالظبط، سواء اللبس أو حتى البيوت اللي هم بانيينها. طب تعالوا نشوف بعد كده. عايز يعرفنا ايه؟ هو العصر الرابع هو عصر ما قبل الأسرات. طب تعالوا نشوف بقى ايه هو عصر ما قبل الأسرات ويعني ايه أصل. قال لك ما المقصود بإيه؟ قال لك ما المقصود بعصر أهو عصر ما قبل الأسرات. يعني ايه؟ قال لك هي الفترة التي سبقت توحيد مصر تحت حكم ملك واحد. يبقى عصر ما قبل الأسرات العصر اللي سبق توحيد مين يا جماعة؟ توحيد مصر، يعني الدولة تبقى دولة موحدة تحت حكم ايه يا جماعة؟ ملك واحد. طب تعالوا نشوف ايه الأحداث اللي حصلت في عصر ما قبل الأسرات. قال لك بدأت مراحل التطور نحو الايه بقى؟ قال لك الوحدة كالتالي. رقم واحد القرية. يبقى أول حاجة بناها المصري القديم القرية. طب القرية دي نشأت ازاي؟ تكونت ازاي؟ قال لك نشأت من تجمع المنازل. يبقى المنازل لما اتجمعت كونت قرية حول ايه؟ قال لك حول نهر النيل. وعرف سكانها الايه؟ التعاون. يبقى السكان بتوعها يعرفوا الايه؟ التعاون. يبقى كانوا بيتعاونوا مع بعض في بناء ايه يا جماعة؟ المنازل. طيب بعد كده بقت قرية وقرية وقرية. كونت ايه بعد كده؟ قال لك مدن. المدينة نشأت من تجمع القرى. كان لكل مدينة حاكم يرعى ايه بقى؟ قال لك مصالح وايه كمان؟ وسور وجيش لحمايتها. ايه ده؟ يبقى كل مدينة كان ليها واحد قلنا ايه؟ حاكم. اتنين قال لك سور. تلاتة جيش. طب حاكم ليه؟ قال لك عشان يرعى مصالحها. طيب سور وجيش ليه؟ قال لك لحمايتها. يبقى يا جماعة القرية كونت مدينة. طيب المدن بقى تكونت ايه يا جماعة؟ المدن دي كونت ايه في الاخر؟ قال لك كونت اقاليم. عشان كده بيقول لك نشأت من تجمع القرى. يبقى الاقاليم يا جماعة نشأت ازاي؟ قلنا من تجمع القرى والمدن. يبقى من تجمع القرى والمدن نشأت الأقاليم. كان لكل إقليم معبود يعني إله، وشعار يعني علم، وعاصمة خاصة بالإقليم. يبقى الإقليم كان لإيه؟ قلنا واحد معبود. طب اتنين قلنا شعار. طب تلاتة قلنا عاصمة خاصة بالإقليم. بس قال لك لا وحاكم. يبقى رقم أربعة كمان ليها حاكم. طب الحاكم ده بيعمل إيه؟ قال لك يدير شؤون الإقليم. إيه كمان؟ وجيش لحمايته. ده كده رقم خمس. يبقى احنا قلنا يا جماعة رقم واحد قلنا معبود، رقم اتنين شعار، وكان ليها كمان تلاتة عاصمة، أربعة حاكم، خمسة
جيش. يبقى كان لكل إقليم معبود وشعار وعاصمة وحاكم وجيش عشان يدافع عنه. طيب تعالوا نشوف يا جماعة ايه اللي حصل بعد كده. قال لك ثم بقى حصل الوحدة اهو. ثم اتحدت الأقاليم دي اتوحدت وعملت ايه؟ وكونت مملكتين. يبقى مصر كانت بتتكون من كام مملكة؟ مملكتين، اللي هي مملكة مين؟ قال لك مملكة الشمال ومملكة الجنوب اهو. ادي يا جماعة مملكة الشمال، ودي كانت بتقع في الدلتا وكانت عاصمتها بوتو. يبقى مملكة الشمال بتقع في الوجه البحري او الدلتا وكانت عاصمتها ايه؟ بوتو. طيب تعالوا نشوف كده مملكة مين في الجنوب؟ مملكة الجنوب طب عاصمتها نخب. يبقى احنا كان مصر دلوقتي كام مملكة يا جماعة؟ قلنا مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. تعالوا نشوف بقى قصة كل مملكة اهو. واحد، مملكة مين؟ قال لك مملكة الشمال بتقع فين؟ قال لك أقاليم الوجه البحري، يبقى بتقع في الوجه البحري اللي هي الدلتا. عاصمتها إيه؟ بوتو. طب الشعار بتاعها اللي هو العلم بتاعها نبات البردي. طب لون التاج بتاعها؟ قال لك أحمر. طب المعبود الإله اللي كانوا بيعبدوه ثعبان الكبرى. لا كمان مرة، يبقى احنا قلنا مملكة مين؟ الشمال. مكانها فين؟ الوجه البحري. عاصمتها إيه؟ قلنا بوتو. شعارها إيه؟ نبات البردي. لون التاج قلنا أحمر. المعبود او الاله ثعبان الكبرى. وده يا جماعه صوره لتاج مملكه الشمال اللي باللون الاحمر. طيب مملكه الجنوب فين؟ قال لك في الوجه القبلي يعني صعيد مصر. طب العاصمه قلنا نخب. شعارها يعني العلم بتاعها زهره اللوتس. طب لون التاج ابيض. المعبود انثى النسر. ودي صوره يا جماعه بتوضح تاج مملكه الجنوب. اللون ايه يا جماعه؟ ابيض. كمان مره، يبقى مملكه الجنوب بتقع فين؟ اقليم الوجه القبلي. عاصمتها قلنا نخب. شعارها زهره اللوتس. لون التاج ابيض. المعبود انثى النسر. اهلي وزمالك يعني. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك مراحل بقى تحقيق الوحده. يعني ايه؟ يعني المملكتين دولت هيتوحدوا ويبقوا مملكة واحدة. مراحل تحقيق وحدة البلاد. قال لك قامت صراعات يعني حروب بين مملكتي الشمال والجنوب. يبقى مملكة الشمال وايه كمان والجنوب حصل بينهم حروب وصراعات انتهت بتحقيق وحدة للبلاد. الصراعات والحروب دي انتهت ان بقى في ايه؟ وحدة للبلاد. طب تعال نشوف اول وحدة. الوحدة الأولى كانت عام 42 قبل الميلاد، أو نقدر نقول 4242 قبل الميلاد. قال لك نجحت مملكة الشمال. ده مين؟ مملكة قلنا الشمال في إيه؟ قال لك في توحيد مصر كلها عام 4242 قبل الميلاد، أو نقول 42 قبل الميلاد. واتخذت من مدينة اون هوليوبلس. طب اون هوليوبلس مكانها فين حاليا؟ قلنا عين شمس. اون هوليوبلس فين حاليا؟ قلنا عين شمس حاليا. ولكن سرعان ما فشلت هذه الوحدة. يبقى الوحدة دي يا جماعة فشلت ولم تستمر، وانقسمت البلاد مرة أخرى إلى مملكتين. يبقى عدد مملكتين تاني. يبقى الوحدة الأولى نجحت ولا فشلت؟ فشلت. ليه؟ لأن البلاد انقسمت مرة أخرى وعادت إلى كم مملكة؟ قلنا مملكتين. طب تعالوا نشوف بقى الوحدة التانية كانت عام كام؟ قال لك 3200 قبل الميلاد. الوحدة الايه؟ قلنا الوحدة التانية. طب مين اللي عمل الوحدة التانية دي؟ قال لك الملك نعرمر او مينا. مين الملك نعرمر او مينا ده؟ قال لك حاكم مدينة طيبة. طيبة حاليا هي مين؟ قال لك الاقصر. يبقى مدينة طيبة يا جماعة حاليا هي مدينة الأقصر. وإيه كمان؟ قام بتوحيد البلاد. ده مين اللي وحد البلاد؟ قلنا الملك مينا أو نعرمر. قام بتوحيد البلاد عام 3200 قبل الميلاد. وقام عامل عاصمة جديدة للبلاد وهي مدينة من نفر. قال لك ليه بقى؟ بما تفسر. ليه بنى مدينة من نفر؟ قال لك جيم لتكون عاصمة للبلاد. ليه برضو؟ قال لك لتبدأ مصر مرحلة عظيمة من تاريخها يا جماعة القديم. وبقت مصر بعد الملك مينا أو نعرمر دولة موحدة. يبقى بعد الملك مينا أو الملك نعرمر أصبحت مصر دولة يا جماعة موحد. هنا بيقول لك بقى ما المقصود بقاف ميم قبل الميلاد؟ يعني قبل الميلاد. قال لك قبل الميلاد هي أو قاف ميم هي اختصار لكلمة قبل الميلاد. يبقى قاف ميم هو اختصار لكلمة ايه يا جماعة؟ قلنا قبل الميلاد. طب يقصد بها ايه؟ قال لك الفترة الزمنية
التي سبقت ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى تاني، يبقى لما يجي يقول لك ما المقصود بقبل الميلاد، هقول له هي الفترة الزمنية التي سبقت ميلاد عيسى عليه السلام. طب جميل، تعالوا نشوف يا جماعة أهم المصطلحات اللي موجودة في الدرس. أول مصطلح عندنا هو عصور ما قبل التاريخ. قال لك هي عصور ما قبل معرفة الإنسان إيه؟ الكتابة. يبقى قبل التاريخ عشان الإنسان ما كانش يعرف الكتاب. طب القرية الفرعونية، قلنا قرية بتعمل إيه يا جماعة؟ تعرض إيه؟ محاكاة للحياة اليومية عند المصريين القدماء. قلنا بتوجد فين يا جماعة؟ قلنا في محافظة الجيزة، في محافظة الجيزة. طيب التعريف اللي بعده يا جماعة بيقول عصر ما قبل الأسرات. قال لك هي الفترة التي سبقت قال لك توحيد مصر تحت حكم ملك واحد، اللي هو الملك مين؟ مينا أو نعرمر. قاف ميم، قلنا هي اختصار لكلمة قبل الميلاد، ويقصد بها الفترة الزمنية قبل يا جماعة؟ قال لك التي سبقت ميلاد مين؟ السيد المسيح عليه السلام. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.